إذا لما لا تأتي معي حتى نجلس معا ونتحدث؟ لا والله لا أجلس مع جبان. صدقت والله. ماذا تعني؟ أنا والله جبان، ولكن أتعلم لماذا؟ لأني أخاف أن أقف يوم القيامة بين يدي الله وفي رقبتي قطرة دم واحدة لمسلم أو غير مسلم قتل بغير الحق. ماذا أقول لرب الذي قال لي: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ماذا أقول لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي قال لي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ومن أخبرك أن هؤلاء مسلمون؟ سأقول لك إذن كما قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في موقف كهذا: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر. لقد جاهدت وأنا أعرف حق الجهاد. الحلال بين والحرام بين. أكمل يا رجل، لما لم تتم الحديث؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. لكم دينكم ولي دين. ألا إن ربكم رب واحد. دعني لما أنا فيه، وبيني وبينك الله. يا رجل يا رجل، كن المقتول ولا تكن القاتل. الدنيا ساعة والآخرة خلود. الهلاك ليس ها هنا، الهلاك الحقيقي من أتى يوم القيامة بميزان تقطر منه الدماء. ويل لمن أهلك نفسه بنفسه، ويل لمن أهلك نفسه بنفسه. ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. فاتقوا حمى الله، اتقوا محارمه، اتقوا من لو غضب عليكم لخسفكم بطرفة عين. اتقوا من لو غضب عليكم لسلط عليكم أعداءكم يسومونكم سوء العذاب. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك تحية الإسلام بين المسلم والمسلم. وهل نحن غير مسلم ومسلم؟ لما لا ترد علي التحية؟ لأن سيفك سبق لسانك. سيفي مسلط على رقاب أهل المعاصي والكفر. وماذا عن من يدعي المهدوية؟ أليس من أهل المعاصي والكفر؟ ما آمنت به يوما ولا صدقته بكلمة، ولكني رأيت فيه رأيتها فرصة فاغتنمتها لتبني عرشا تبسطه على سائر البلاد. وما الضير في هذا إن كان هذا العرش يعز الإسلام والمسلمين؟ وماذا عن الآلاف الذين قتلوا؟ ماذا عن الحرائر التي سبيت؟ ماذا عن الأطفال الذين يتموا واستعبدوا؟ بل ماذا عن الآلاف الذين انشغلتم بحربكم عنهم وتركتوهم لأعداء الدين لينكلوا بهم أفظع تنكيل؟ وهل بني الإسلام إلا على أرواح قضت لعزة الإسلام؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، فمن تكون أنت؟ من تكون لتقرر أن يموت هذا أو يموت ذاك؟ هل ترضاها على نفسك أن يفرض عليك الموت؟ أجب! لقد أردت عرشهم وحصلت عليه، فهنيئا لك تجارتك، هنيئا لك تجارتك، تجارة اشتريت بها سخط الله وغضبه. ولكن ترقب يوما ستقف فيه بين يدي الله وأمامك كل من قتلتهم
يحملون دماءهم بين أيديهم ويقولون: يا رب هذا الذي ظلمنا، يا رب هذا الذي كفرنا، يا رب هذا الذي قتلنا، هذا الذي ظلم نفسه وظلمنا، حقنا حقنا يا رب. فهنيئا لك، هنيئا لك تجارتك يا من لبست ثوب الدين لتقتل الدين، يا من هدمت الإسلام باسم الإسلام. هنيئا لك، هنيئا لك.